الشمس وكذلك القمر وسائر الكواكب. الدنيا ظلام في ظلام. ففزع الجن إلى الإنس: رباه، ما هذا؟ يا لهول انتقامك! سبحانك يا الله، يا قادر يا جبار. السماء أيضا تحتضر، تتشقق، تتكور منها الشمس وتظل تهوي عبر بعد سحيق. ويقع القمر وسائر الكواكب والنجوم. تشتعل النيران وينتشر الدخان، وعلى ضوء النيران تشهد المخلوقات كل الأهوال. النفخة الثانية، نفخة البعث والفزع. ثم يأمر الله تعالى بالنفخة الثانية، وهي نفخة البعث. فإذا شاء الحق تبارك وتعالى إعادة العباد وإحياءهم، أمر إسرافيل فنفخ في الصور، فتعود الأرواح إلى الأجساد، ويقوم الناس لرب العالمين. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس يصعقون، فأكون أنا أول من يفيق. فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. رواه البخاري ومسلم. إننا أمام حدث من أحداث يوم القيامة، وهول من أهوالها. تفزع منه القلوب وتوجل منه النفوس. إنه حدث يقرع أسماع أصحاب القبور، فينتفضون من قبورهم مبهوتين شعث الرؤوس غبر الأبدان. قد أفزعتهم الصيحة وأزعجتهم النفخة. وقد وصف المولى جل وتعالى مشهد البعث وتعجب الموتى من ذلك، فقال سبحانه: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون.
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنه حدث عظيم وأمر جليل، إنه يوم الرعب والفزع، كيف لا وهو مقدمة وبداية ليوم القيامة الذي تشيب فيه الولدان. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إن يوم القيامة يوم عظيم، أمره شديد وهوله جسيم، فالمرضعة تفدي وليدها بنفسها، والحامل تسقط حملها من الرعب، والناس كحال السكارى الذين فقدوا عقولهم. عندها لا يعرف أحد إلا نفسه ولا يلتفت إلى غيره، بل يفر من أحب الناس إليه. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه